مرحبا بكم، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تتواصل أشغال إعادة بناء ملعب مولاي الحسن بالرباط بوتيرة متسارعة استعدادا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025. ووفقا لتقارير إعلامية بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 45% رغم مرور أقل من 5 أشهر فقط على بداية عمليات الحفر والبناء. تم الانتهاء من وضع الأساسات الخرسانية مع شروع في بناء المدرجات، حيث استكملت أشغال الطابق الأول منها في وقت قياسي غير مسبوق. تواصلت الأعمال بتركيب المدرجات الجاهزة وبناء الطابق المخصص لكبار الشخصيات والوفود، مما يعزز فرص جاهزية الملعب قبل الموعد المحدد بعدة أسابيع. ينفذ هذا المشروع على مساحة تقارب 3 هكتارات بميزانية تصل إلى 656 مليون درهم، وقد خصصت لهذا الغرض من قبل سلطات الرباط. يتوقع أن تنتهي الأشغال خلال 8 أشهر، مما سيجعل الملعب جاهزا لاستضافة المباريات والأحداث الرياضية الكبرى في ظروف مثالية. وتظهر الصور تقدما كبيرا في أعمال البناء، حيث تم إنجاز العديد من الأعمال الخاصة بالأساسات مع التركيز على بناء المدرجات وتطوير البنية المحيطة. ومن المتوقع أن يصبح هذا الملعب من المعالم الرياضية المميزة في المغرب، ما يعزز قدرة البلاد على استضافة الأحداث الرياضية الدولية.